هتعمل ايه لو كاستمر لغى معاك بروجكت قبل ما تسلمه على طول؟ انا رحاب القديم وهغير الويب سايت ده لبروجكت في البورتفوليو. اول حاجة عملتها كانت اني غيرت الوان الويب سايت والثيم كلها. الثيم كانت عبارة عن لون بينكش شوية، غيرته للون اسود في كل الدوكيومنت. وبعده غيرت الهيرو سيكشن ايمج او الصورة اللي في الويب سايت من فوق عشان تليق مع ثيم الهدوم. قبل الفيديو كنت شلت كل البرودكتس بتاعت الكاستمر عشان الكونفيدنشاليتي، وهنا كنت بغير السلوجان ليور بيست فيت عشان يليق مع ثيم الكلوزنج عامة. غيرت اللوجو ال H&M علشان انا بعمل موك اب ليهم، وبعدين بدأت اغير في الناف بار لان اللوجو كبير زي ما انتوا شايفين اون سكرول. غيرت الحجم بتاعه على كل السكرين سايزز علشان البيهيفير بتاعه يكون مظبوط في كل السايزز. بعدها غيرت الكارت سايد بار عشان يناسب الثيم بتاعتنا فبقى اللون الاسود الحلو ده. دخلت على الادمن داشبورد وقررت ان انا اغير كل الالوان الفاتحه اللي فيها عشان تليق مع الثيم بتاعتنا. وبعد تغيير شويه الوان كتير قوي زي ما انتوا شايفين قررت اغير البutton ده واستقريت على الشكل الصغير علشان حسيته احسن واحد فيهم. بعدين كملت تغيير باقي البوتونز، اخترت الاكشن بوتونز اللي في الجنب دي وقررت ان الوانها تكون لون احمر للديليت بوتون ولون اسود للإيديت بوتون، وده بقى شكلها الجديد. بعدين رحت اغير اللوجن بيج علشان التيم بتاعتها كانت لسه مش مظبوطه، غيرت فيها الالوان بتاعتها والهوفر وكل حاجه، وبعدين بدات اعمل ساين ان عشان اغير البروفايل بيج. البروفايل بيج كمان كانت محتاجه انها تتغير مش بس في الالوان، بس حجم البوتونز نفسها ومكانها ما كانش مظبوط، فغيرت فيهم كتير لحد ما وصلت لانه يبقى بلاك بوتون والهوفر بتاعه يكون اوتلاين ويبقى الباك جراوند بتاعته لون ابيض. ده بقى شكلهم النهائي، بس لسه هغير اماكنهم نفسها. غيرت الكاتيجوريز لانه يبقى مناسب للفاشون بدل ما كان كوزماتكس، بس في مشكله واحده صغيره. الكود كان لسه بيرندر الكاتيجوريز بالاسماء القديمه زي البادي والهير وما الى ذلك، فبعدين غيرته في الكود ورحت اغير الكاتيجوريز نفسها من الداشبورد، وعملت كده في برودكتس كتير قوي لحد ما خلصت. وانت اكيد توقعت اللي حصل، فتحت الصفحه مفيش ولا برودكت بقى ظاهر، وده لاني بعمل dynamic rendering لل HTML templates ومحتاجه اغير ال ID بتاع كل كاتيجوري علشان الريندرنج يحصل تاني، وكمان نسيت اغير اسماء الفايلز بتاعت الكاتيجوريز علشان تظهر صح لما اضغط على لينك من اي ناف بار. فبعد ما غيرت كل ال IDs اللي في كل الصفح، واللي بالمناسبة مسهل عليا الموضوع جدا لاني لو كنت عاملة من غير dynamic rendering كنت هحتاج اخد وقت طويل جدا عشان اغير كل الحاجات اللي في الويب سايت. ظهرت البرودكتس زي ما انت شايف كده والويب سايت بقى زي الفل. غيرت الايكونز بتاعه الكونتاكت تبقى سودا، وبعدها غيرت التشيك اوت فورم علشان تناسب الثيم اكتر من كده. ولا انا لسه ما خلصتش، رحت ويب سايت زارا اشوف بيستخدموا انهي فونت لانه عجبني، وبعدين غيرته في الويب سايت عندي لاقرب فونت ليهم اللي هو كان بلاي فير. وده كان شكل الويب سايت النهائي. قولي بقى، لو كاستمر عمل معاك كده هتغير الويب سايت ولا هتتخانق مع الكاستمر؟